بالبرد عربية معكم الشامي حب وحنان. شامي، أول شي برحب فيك على بيلبورد عربية. حبيبة قلبي. اليوم عم نفتتح معك السنة ب 2025. أنت أول نجم معنا على غلاف بيلبورد، وبما أنه نحن ب 25 عبالي أعرف منك هيك أمنياتك كانت هيدي السنة. صراحة بتمنى أول شيء اللي هو السلام والأمن والأمان يدوم على بلادنا، تكون هي سنة خير عليهم إن شاء الله وعلى المنطقة كلياتها. هي بالنسبة لي. أما بالنسبة على الصعيد المهني، إن شاء الله يكون في تطور موسيقي وتطور بطرح نفسي، لأنه صار عندي خبرة وصار عندي التجربة هاي المرة، وإن شاء الله خير. على الصعيد الشخصي في شي حابب تعمله؟ على الصعيد الشخصي في شيء حابب أعمله صراحة. ما في وقت للشخصي، كنت عايش على الطيارة السنة الماضية. طيب، بعرف أنه بال 2024 يعني نحن كمان لفقناك كتير هيدي السنة، وكان فيها نجاحات كتيرة. فأنت كيف كانت بالنسبة لك برأيك 2024؟ صراحة كانت فوق أنا ما متوقع. يعني أنا كنت دائما هذا الحدا اللي بيحط توقعات عالية لنفسه، تعرف يقولون بوقف قدام المراية وبيبهدل حاله قبل النوم. بس فقت التوقعاتي حتى. وبنفس الوقت كان في أخطاء مبررة جدا من نفسي أنا. دايما إذا ما إجاني نقد بنقد ذاتي، يعني أنا براجع أخطائي، لأنه بتمنى بيوم من الأيام هي الخبرة اللي أخذتها والتجربة والطريق هذا اللي جمهوري عم بيشوفني كيف عم بمشي فيه وعم بتطور، وبهالحفلة شو عملت وبهالحفلة شو تعلمت وإلى آخره، تعوض بالسنين الجاية. لأنه أمر جدا طبيعي، الحالة صارت سريعة وما فيها خبرة، مهم. وهلا عم نشكلها. صح. الحمد لله. وخلصت كمان بطريقة كتير حلوة، يعني أخدت 4 جوائز من عنا. وهي الحمد لله. لهم أثر معنوي كبير علي. وهيك يعني كانت القطفة النهائية بآخر السنة بعد التعب كلياته. الحمد لله. كنت دايما أحلم بهذا المكان، بس اليوم الحلم صار حقيقة. 13 ترشيح لشاب اجتهد وتعب. بتعرف هديك السنة بال 2024 مثل هالوقت عملت معك انترفيو إذا بتتذكر. طبعا. ووقتها سألتك سؤال، قلت لك إنه ليش بعد ما عملت حفلة؟ تخيل، من سنة مثل هالوقت. أوكي، وقلت لي بدي فرجيك شو قلت لي، بدي سمعك شو قلت لي. يلا. أوكي عشان تتذكر الحكي مزبوط. اوكي، لانه نحن بعصر السرعه، وقلت لك او يمكن بعد ما قلت لك فنانين جيلنا كثير اسرعوا بالظهور عموما، وهي غلطه لا ينلام عليها، بس لانه هي عصر السرعه وهيك عم تجي. ونحن ما لنا اكاديميين، نحن ما لنا مهيئين 100% للمسرح. نحن شباب موهوبين عم نشتغل بالفطره، عم نكتب ونلحن ونشتغل، بس تجي الحمد لله حققنا نجاح، تجي تكمشني وتحطني بمسرح قدام 10,000 شخص، لا ما حتلاقيني مثالي يا أم منطرني. أوكي، وبعدين قلت لي إنه أعلنت عن أول حفلة. تخيل، واليوم بنفس الوقت عم بعمل معك مقابلة. وهيديك السنة خلينا نتذكر سوا شو صار. عملت تور بأمريكا، عملت تور بيوروب، بالعالم العربي، كندا. كندا. يعني عم نحكي عن بسنة بالوقت اللي أنا من سنة عم أقول لك إنه أنا غير أكاديمي وما عندي خبرة، هيأت نفسي لأنا اليوم بعد 12 شهر تقريبا أنا عامل 30 أو أكثر من 30 حفلة حول العالم. وصارت إشياء مجنونة لما أنا كنت بدبي بالقرية العالمية، وواقف قدامي تقريبا 35 ألف إنسان، وعم بطلع عم حاول أشوف آخر هذا الجمهور. عم أقول إنه حرفيا من سنة كنت خايف من أول حفلة، فشو عم بصير؟ أحيانا ما بفز حدا بينتبه إنه أنا عم غني بصفن. أنا عم غني بتجيني لحظات أدراك تلاقيني سلخت صفنة.
فبكون عم فكر انه قد ايه هي السنه كانت مجنونه. قد ايه انا بعد يا ليل ويا العين كنت قاعد عم فكر بكيف ما بدي يكون فنان اغنيه، كيف بدي يكون آه، موسيقتي هويه، موسيقتي نمط بينسمع بحد ذاته. كيف انا اليوم بعد هي السنه عم نحكي عن الحفلات، وعم نحكي عن يا ليلو يا العين، وعم نحكي عن صبرا، وعم نحكي عن خدني، وعم نحكي عن وين، وعم نحكي عن دوالي، وعم نحكي عن دكتور. عم نحكي عن 6 أغاني سمعوا، بعتقد إنه 5 منهم تخطوا 100 مليون مشاهدة. الحمد لله رب العالمين. هذا الشيء مش عم بحكي من باب الاستعراض. أنا صدقا بخاطب حالي إنه شو هالشيء المجنون اللي عم بصير. يعني حتى أنا ما كنت متخيل إنه بدي اعمل لقاء معك بعد سنة. انه صح انا كنت بقول انه انا هذا الحدا اللي يلا بدي فوت وكسر الدنيا وبدنا نعمل بدنا نسوي. يا الليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا. كمان في موقف كتير بحبه صار معنا. مرة جيت قلت لي إنه أنا عم بعمل غنية بدي أطلع فيها رقم 1 على قوائم بيلبورد عربية. إذا بتتذكر شفتك مرة بالصيفية وقلت لي هيك. كان بدك تنزل وين بعد ما نزلت، فعلا يعني نزلت وطلعت نمبر 1، وأنت طلعت نمبر 1 كمان على يعني قائمة أفضل فنان، أفضل 100 فنان. فهيدا الشيء كمان بخليني أفكر إنه قديش أنت بتكون حافز كتير حلو للجيل تبعك، إنه مثل كأنه عم تقولن إنه ما في شيء مستحيل، إنه أنا هيني عم بحلم وعم بحقق. يعني برأيي انا كله بيخيب. ممكن الفن يخزل ويخيب، ممكن الجسد، وممكن اي شيء الا العلم. فانا بالنسبة لي كان مثال انه انا كيف بدي اتصدر قوائم بيلبورد. برأيي علم. انه انا اجيت عم بتطلع عم شوف شو الاستراتيجية اللي بدنا نتبعها نحن وفريق العمل لنقدر اتصدر هذا الشيء. اكيد عم بعطي رسالة للناس انه هو اكيد امر صعب، ولا ما حيكون حلو. ليش حلو اذا ماله صعب؟ بس بنفس الوقت هو 1+1=2. انه بدنا نعمل كلمات حلوة، بدنا نعمل لحن حلو، وفيديو كليب لذيذ جدا وذكي، ويكون من برا الصندوق. بتشكل معنا عنصر قوي بنقدر نطرحه بالسوق. فانا قاعد عم راقبه كيف حيتصدر، لانه قوي، لانه بيفرض نفسه مثل اي شيء، مثل اي منتج، مثل اي تاجر عم بينشر اي شيء بالسوق. فهمت شو قصدي؟ طبعا بلا تشبيه، الفن له ابعاد اخرى وله حاله تانية. فانا عم بحكي على الجانب العقلاني من الفن، على كيف نحن. بس انا بدي اقول انا بدي اتصدر هذا الشيء. مثل انه في احدى البلدان مصر يعني مصر تحدي كبير بالنسبه لي، لانه انا بحب مصر وبحب الموسيقى المصريه كتير. فانا صار عندي هاجس. انا عم نام وفي عم اقول لكل الناس اللي حوالي انا بدي فوت على الترند اليوتيوب تلاقي حالي بمصر. انا حرفيا بتذكر انه وقت من حياتي من هالسنه انا بس عم فكر كيف بدي هذا الشعب وهذا الجمهور قادر استقطبه. فاليوم احنا قاعدين الحمد لله. بعتقد مغنيتي اليوم ترند بمصر، نحن قاعدين عم نحكي دكتور. فالحمد لله. فقصدي انه هي كانت هدف مع خطه، مش حلم مع نوم. انت شو قصدي؟ الحمد لله رب العالمين وصبنا. يشغلوني عيونك يا عيونك، يرسموني اقلامك، حكيكي موسيقى يديك الناس ندامك. بدي أسألك هلأ أنت مثل ما حكينا بالأول إنه مع كل هالنجاحات في دايما الناس ما بيعجبها أو في تعليقات سلبية. أنا بدي أعرف منك أنت كيف تتعامل مع هالتعليقات؟ هل عن جد عم تأثر عليك نفسيا أو خلص بتقول الناس بدها تحكي anyway؟ انه صراحة اول 7 شهور من الحالة ايه، مش انه تتأثر علي نفسيا، انهيار نفسي طبعا، انه احس بالظلم. يعني تخيلي انه في حدا عم بيحكي عم يظلمك بشيء، بس انت ما فيك تردي، ما فيك تحكي له شيء. فمثل انه بين عليه انه انا اذا كان في حدا بالحارة التانية حكى علي بروح بحكي له لا عم تحكي علي، هي شخصيتي انا. فايه اكيد الامر اثر علي نفسيا باول فترة كتير وغيرني. يعني خلاني شوي هلا لا مبالي. وبنفس الوقت صرت بعرف اقرا الحالة العامة، اللي هو امتى هذا النقد لازم اخده بعين الاعتبار، وامتى م- بلا معنى عم يطرح او لاسباب معينة او لا يخدم شيء معين. فهمت شو قصدي؟ هلا لا، هلا صراحة لا، لانه وصلت
الناس اللي انا بدي اياهم والناس اللي متابعيني بيصدقوني، الناس بيعرفوا مين انا، وانا هذا اللي بيهمني. كل شي برا هذا الاطار اكيد بيعني لي يشوفوني بصورة حلوة، بس قدام القصة مش بإيدي. القصة إنه عم يأخذ كلمة عفوية أو عم يأخذ حركة معينة مني بمنحة أو سوء نية. هذا الأمر بيعود لنفسية الشخص، لشو هو متعلم إلى آخره. فهمت شو قصدي؟ فأنا هلا رواق مع حالي، أنا رواق مع كل شي عم بيصير. ونحن عم نحكي عن الكم مليون اللي بيحبوني. يعني أنا كتير بحبهم وراضي فيهم، وبعرف إنه ما إجوا عن عبس. صبرة 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 لروحي وربي يعلم صبرة. وموضوع الشهرة، بعرف إنه أنت يعني على عمر كتير صغير، أنت عمرك هلا 22 صح؟ 22. أوكي، فكتير صغير وهيك وعيت هلا وفي شهرة أكيد، فخبرني كيف تعاملت مع هذا الموضوع؟ اول شيء كنت ما بعرف شو الصح وشو الغلط. هلا صرت فهمت انه لا، انه انا انسان طبيعي، بس انه على عمري صغير شوي، فبيكون في اشياء مباحة وفي اشياء مش كتير مباحة، وعم بتعامل معها بلذاذة. وانا اساسا انسان بيتوتي، حدا تبع بيت. ف انا رواق، وبتعرفي لأنه الحالة الفنية استقرت وبطل فيها قلق، عم حب أطلع أشوف الناس، بنبسط. فهمت شو قصدي؟ إنه بالأخص لما بنزل غنية. يعني امبارح أنا طلعت كزدرت وهيك، إنه ناطر وقف عند ناولني، عم باخد شيء اشربه، بس يوقف يقول لي بس دكتور كتير حلوة، ما هي ناطرك تقول لي هيك. فهلا أنا رواق. والعين مراية يا روح والقلب حانك يا روح. طيب خلينا نحكي عن دكتور هلا نزلتها من كم يوم، وما بعرف قد ايه صارت هلا نحن عم نحكي، يعني كل شوي بتزيد. خبرنا شيء ما بنعرفه عن هالغنية، أول مرة بتحكيه مثلا. أول شيء الغنية هي كانت استثمار فيما يعرف الآن بنمط الشامي. يعني أنا ما طلعت لبرا الصندوق، لسه برا الصندوق جاي. كنت عم بستثمر أكتر بالنمط يلي نحبه بهي الفترة. زائد إنه أنا كنت حابب أطرح اللي أنا حابه، أنا شو حاب أعمل بالفيديو كليب. عادة بنكون نحن فريق وبنقعد ناخد الآراء وكيف أنتو شايفينه والى آخره. هالمرة ما بدي، لا، هالمرة أنا كيف شايفه. قعدت مع المخرج، تحية له حسان، وقلت له إنه أنا حابب كل شيء إلك، بس انا حابب لما رميتني الحصان، لانه هون انت بدك تفكر هلا انه شو لازم نعمل وكيف لازم، شو لازم يصير، لانه هون الحبكه تبع الغنية. بدي ارقص، شو حرفيا، بس بدي ارقص بطريقه معينه ضمن صوره معينه، لانه انا حاسس انه بدي اعبر عن شيء معين اللي هو طرحته انا، انه رقصة الطائر المذبوح من الألم. الطير المذبوح بتلاقيه عم يرقص من الألم، فأنا حرفيا بدي أطرحها بهي الصورة، لأنه أنا ما بحب، أنا إنسان ما بحياتي مالي دراما. يعني أنا مالي هيك. فهمت شو قصدي؟ حتى لما بكون متضايق من شغلة بالحياة، بكون عم بطرحها بطريقة هزلية وقاعد عم بضحك أنا والشباب وعم بتمسخر على الحزن اللي أنا عايشه. فتعال نطرحه هيك بالكليب. وطبعا في استهجان مثل عد مثل أي شيء بعمله أنا من برا الصندوق. بس لما نزلتها أكثر شيء كان حلو إنه فهمت، فهموا الناس، حبت إنه واو عبود. ما كنت ناطر إنه هي إجت لعندك، إنه أنتوا التقيتوا بعد فترة، الواضح قدرت توصلنا هالفكرة، فهي إجت لعندك. فإنه أنا كنت أعطيني 3 خيارات: حتعبطها، حتضربها، شو بدك تعمل؟ لا، رقصت. فإنه كانت مفاجأة إذا بدك. رميتني نحصاني ويا مناخيها، خبوا كل صناني ويا ويلو شوخوها. فينا نقول إنه أنت عبالك إنه تبسط شوي الكلمات أكتر. أنا اوريدي بسطت الكلمات أكتر، مش بس لغرض بسط الكلمات، لأنه يعني بالنسبة لإلي يمكن فهمت إنه أنا ما في، يعني الذوق العام هو اللي بيفرض علي، مش أنا بفرض على الذوق العام. بالنهاية إذا في 200 مليون عم يسمع الغنية، هو لأنه امتص للغنية، مش لأنه أنا فرضت عليه. فلا، خليني أعطي شيء عن جد يمتصه الذوق العام ويحبه. إذا كان في لغط أو مشكلة
تراكمت مع الوقت على إنه ما عم نفهم، ممكن لأنه النمط الموسيقي وطريقة التلحين كتير جديدة، بس أنا مسؤوليتي كفنان اليوم إنه أكون عم بعمل واجبي على إني فهمهم للناس، أو إني هيئ لهم إذنهم حبة حبة ليقدروا يفوتوا بهذا النمط. وهذا الشيء هلا ب 25 إذا بدك بلشت فيه، على إنه إيه بكون أروق بالكلمات، أروق بالتعبير أكتر ليوصل للكل. الله لا يرده أيوه يا أخوة. هلا في بعرف انه تعاونات كتير، يعني نحن محمسين. خلينا نبلش اول شيء بملح مزين. حبيبي أبو علي، خبرنا شوي عن هيدا التعاون. اصلا بتذكر اذا مش غلطانه هيديك السنه كمان التقيتوا مع بعض على الطياره، صح؟ فبعتقد من هونيك بلشت الخبريه. إيه أول مرة كنت بلتقي فيه. أنا كتير بحبه من كتير زمان، والأغاني اللي بيعملها هو مسموعة حتى عنا بالبيت كتير. فلما التقيت فيه كتير انبسطت وإلى آخره، وهو كان متقبل للنمط الموسيقي اللي أنا بعمله، ودار هاي الأحاديث الحلوة بيناتنا. ومع الوقت حسينا إنه لأ، في شي من روحه ومن روحي عم تنطبق. فإنه كنا قاعدين فقال لي إنه جرب تكتب وتلحن شي، وهي خطوة كتير جريئة لأنه هو من غير مدرسة. فايه كتبت ولحنت شي لذيذ وعملنا، وهلا حيكون كتير حلو. انا متأكد، لانه هيك حتشموا ريحة التيك توك فيها، وبنفس الوقت ريحة انت مشيتي وبكيت الوردة. عرفتي شو هذا الخليط الحلو اللي قدرنا نعمله انا وياه. وبنفس الوقت انا هذا شي شخصي لإلي، لانه يعني ملح مزين أنا بحبه وأنا بسمع له يمكن من لما كان عمري 8-9 سنين. فهذا الشيء هيك حافز لإلي إنه أنا كبرت ومع هذا الشخص اللي أنا بسمعه أنا وطفل، أنا اليوم عم بعمل معه شيء من كلماتي وألحاني. هذا الشيء أعطاني يا أبو علي مثل إنه إيه، حتى لو أنا من المدرسة القديمة، حتى لو نحن من غير أجيال، بس اللي عم ينعمل هلأ فن. فهمت شو قصدي؟ الشخص نفسه اللي بيغني لوديع الصافي وللمدارس الكبار وأهم الفنانين، يعني اليوم عم بيحب يتعاون مع شاب صغير مثل هي. يعني بالنسبة لإلي شيء شخصي حافز لإلي، إنه عم بيقول لي إيه، ولو أنتو جيل جديد، ولو هي موسيقى جديدة، بس هذا فن بيشبه كل الفن. حلو. يعني حتنزل قريبا صح؟ أكيد اوكي إن شاء الله. طيب، وفي تعاون تاني كمان مع تامر حسني؟ لا، في صورة مبدئيا مع تامر قرايبي. هاي اوكي. معلومة حصرية إنه طلع في قرابة بيناتنا. هاي الشغلة الثانية هو إنه كنا عم نتعرف على بعض، وإن شاء الله ممكن بالمستقبل يكون في عمل مشترك، لأني أنا بتشرف وتامر أستاذ كبير، وإن شاء الله خير. لا بس عبالي أعرف كيف يعني قرابة إنه. إيه، أمه اوكي وأمي، أمه سورية، اوكي صح. من عنا من الحارة. أنا ميداني وهي ميدانية، وأمه وأمي من نفس العائلة، نو واي. حرفيا من نفس العائلة. فطلعنا قرايبين آخر شيء. واو اوكي. اوكي. حتى أنا وياه هيك قاعدين، إنه كانت الوالدة الله يخلي لها عم بتسلم علي وهيك. فعم تقول لي خالته إنه أنا من الميدان وهيك، بيت مين، بيت كذا، وأمي من بيت كذا، إنه تامر عامل هيك، وأنا كلياتنا قاعدين آخر شيء طلعنا قرايب هلا. واو. هي شغلة كانت لذيذة. الشغلة الثانية إنه أنا بحبه كمان لتامر. يعني بدك تعرفي شيء، إنه أنا ولا مرة بحياتي طلعت إلا مرة بحياتي، بابا بحكي لكم عنها مستقبلا. ما بطلع بحياتي إلا مرة كمان مرة مع ناس ما بحبهم. يعني غالبا لازم أكون بحبه أنا وبسمع له وبيعز علي لأقول إنه أنا عبالي التهي بهذا الشخص، عبالي أعمل معه عمل مشترك، عبالي أكتب له لحن له شيء. وأكيد تامر حسني من الأشخاص اللي أنا بحبهم، يلي كان بتعرفي أنا كنت صغير والعائلة بزمن لما طلع هو، إنه بالخزانة تبعنا تفتحيها في مراية، فوق المراية في صورة تامر حسني. عرفتي شو الجو؟ إنه أنا وعيت ببيت. أنا مثلك. بعتقد إنه كل بيت، فكتير بفهمك بعتقد يعني. إنه كل بيت. هي لعيونه بشعل حرب لعيونه، بكون أو ما بكون من دونه. معقول ما بعرف ليه خطر لي هيك، معقول يكون في تمثيل مثلا؟
أنا مشكلتي بحياتي ما بعرف مثل، لكن يمكن إذا بإطاري أنا يعني إذا بشيء بيشبه الشامي أصلا ممكن ليه لأ، يعني مثل اللي صار بدكتور هو تمثيل صح. فعليا. مم. بس أنا ما كنت عم مثل فعليا، أنا عايش الحال، يعني أنا كاتبها وملحنها للحالة ومغنيها للحالة، ضل بس ورجينا شو كنت عم حس أو شو عم بعمل أنا وعم غنيها. فهمت شو قصدي؟ فإذا كان في يوم ما سينما أو دراما ضمن الإطار تبعي أنا أو الروحية تبعي وشخصيتي وكاركتري، أكيد ممكن. طيب هلا حكينا عن التعاونات، عبالي أعرف المخططات يعني السنجلز هاي السنة، أو إذا في ألبوم بركة. هاي السنة الخطة الموسيقية تبعها أكتر عن إنه في تعرفيها هاي تبع فكرتوني خلصت طب خدوا هاي، عرفتي؟ أكتر عن إنه بدي أستعرض آه شو الخبرات الموسيقية اللي كنت مكتسبها بهال6 سنين أو ال5 سنين بعمل موسيقى ببيتي. بس كنت محدود شو قادر نزل وشو قادر أقول. هلأ بحس إنه أنا استقريت وحابب أعمل الشي اللي عن جد أنا بعرف أعمله. فهمت شو قصدي؟ فهلأ ممكن يكون في ألبوم، بس رح يكون برضو عم ينزل بطريقة شوية موزعة مثل اللي عملته قبل. زائد رح يكون عم حاول استقطب، بما انه شفت القبول، يعني بما انه انا عم شوف الجمهور التونسي والجمهور الجزائري اللطيف والجمهور المصري، فاذا في قبول، في حجر اساس جميل جدا، انا متواجد بهاي البلدان وفي عندي هذا الجمهور الكبير اللي عم يسمعني، فخليني اعطيهم شيء لإلهم مش بس هن يعطوني. فهمت شو قصدي؟ انه اعمل شيء لهي البلدان كلياتها. فالخطة الموسيقية اليوم هو انه انا اطلع من فكرة موسيقى بلاد الشام، لا موسيقى عربية شرق أوسطية، ممكن تركيا، هذا الشيء كتير ممكن. وبتكون حالة عربية أكتر ما هي شامية وانتشرت. يعني هلا حالة الشامية حالة شامية وانتشرت عربيا، لا خلينا نكون الشامي هو حالة عربية خارج من بلاد الشام أكيد. أوكي. بالموسيقى هذا الشيء حيتم طرحه أكيد. عرفت شو قصدي؟ إن شاء الله. شامي، إن شاء الله تكون انبسطت على قد ما أنا انبسطت. يا حبيبة قلبي أكيد. وبدي أتشكرك كتير على وقتك، وإن شاء الله بتحقق كل شيء. أنت صرتوا يعني هيك صرنا عائلة، صرنا 10 عمر من وقت ما بلشت لهلا، فأكيد بنبسط معكم، وكل الشكر لكم دائما. ثانك يو حبيبة قلبي. حب حب حنان.